في يوم من الأيام، وتحديداً في قلب طيبة القديمة، كان في مجموعة من الأثريين بيحفروا بهدوء، لحد ما إيد واحد فيهم خبطت في حاجة. طلع تابوت، مش تابوت عادي، منحوت من الخشب الغالي وعليه نقوش دقيقة تخليك تتحير. فتحوا التابوت بحذر ولاقوا جوه جثة كاهن ملفوفة بعناية، كأن اللي لفوه كان بيحضروا لرحلة مش لأي مكان. المريب كان فيه ورقة قديمة محطوطة تحت لسانه، ورقة سودة مكتوبة بحبر غامق مليانة رموز مش مفهومة. مين هو الكاهن ده؟ وإيه اللي خلاه ياخد الورقة دي مع القبر؟ وليه حاططها تحت لسانه بالذات؟ ده اللي هنعرفه لما نحكي حكاية بنباج، الكاهن اللي حير العلماء ولسه سره حي. اسمه بنباج، كاهن كبير من الناس اللي كان ليهم وزن ووقار في معبد أمون في قلب الأقصر. الناس كانت بيكهابوا وتجيله من آخر الدنيا. ليه؟ عشان كانوا بيقولوا إنه بيتكلم مع الآلهة وبيشوف اللي لسه ما حصلش. بنباج ما كانش مجرد كاهن، كان شخص عنده علم مش أي حد يعرفه، وكان عارف إن أيامه قربت تخلص. ساعتها قرر يعمل حاجة غريبة، يكتب سر خطير عن الموت أو يمكن الحياة بعد الموت، ويخبيه في أنظف مكان ممكن يوصله معاه، تحت لسانه. بس السؤال، إيه اللي كتبه؟ وليه خباه كده؟ وهل السر ده كان ليه تمن؟ سنة 1881 الدنيا كانت مش مستقرة في صعيد مصر، بس ده ما وقفش بعثة آثار عن التنقيب في الدير البحري. وفجأة التابوت الكبير طلع للنور، تابوت بنباج محفور بدقة ومطبوع على وشه ابتسامة غريبة. لما فتحوه لقوا الجثة ولسانها تحتيه بردية، البردية السوداء اللي لحد النهاردة محدش قدر يفسرها كاملة. دكتور جاستون ماسبيرو، عالم آثار فرنسي، أخد البردية بحذر وقال دي مش بردية عادية، دي وصية كاهن بلغة غريبة مليانة رموز مش معروفة. حاولوا يترجموها، جزء منها اتفهم، بوابات من نار لازم الروح تعدي منها، لكن باقي الرموز كانت لآلهة عمرهم ما سمعوا عنهم، وكانت بداية النهاية. بعد ما طلعوا البردية من التابوت بدأت حاجات غريبة تحصل ومحدش لاقي ليها تفسير. أولهم واحد من العمال اللي ساعدوا في فتح التابوت مات بعدها ب3 أيام فجأة من غير أي مرض ولا سبب مفهوم. بعدها مترجم شاب اشتغل على البردية جن جنونه، بدأ يصرخ بكلام غريب ويكتب رموز على الحيطان، والناس بدأت تهمس البردية ملعونة، والكاهن لسه بيحمي سره حتى وهو ميت. وبالرغم من كل ده محدش قدر يرمي البردية، لأنها مش بس لعنة، دي مفتاح. بس مفتاح لإيه؟ محدش عارف. بنباج أخد سره معاه، بس سيبه ورا. مستني مين؟ اللي عنده الجرأة يكمل الطريق ويفهم معنى الرموز ويدفع الثمن. سنة ورا سنة علماء كتير حاولوا يفكوا رموز بردية بنباج، كل واحد فيهم كان بيقرب خطوة لكن بيرجع خطوتين. في منهم اللي اختفى فجأة، وفي اللي اتقال إنه انتحر من غير مقدمات. والغريب كلهم كانوا قربوا يفهموا البوابة الأولى بس ما كملوش. في سنة 1963 ظهر عالم مصري شاب اسمه دكتور فؤاد النمس. الجملة لسه بترن في ودان اللي سمعها، اللي كتب البردية ما كانش بيكتب للناس، كان بيكتب للأرواح. الدكتور فؤاد قرر يترجم البردية بصوت عالي في المتحف، ولما نطق أول سطر كامل منها الأنوار نورت وطفت فجأة والمكان اتقلب. بعدها الدكتور فؤاد اختفى، وكل اللي اتقال ساب دفتر ملاحظاته بس الورق كان فاضي. من ساعتها محدش حاول يكمل الشفرة، والبردية اتحطت ورا زجاج ضد الرصاص، محدش يقرب منها. بنباج لسه مستني، يمكن مش علشان حد يفك سره، لأ، يمكن مستني حد يغلط نفس الغلطة.